الاهلي والترجي. ما رضيتش اطلع بعد الماتش امبارح عشان كان في رغي كتير والناس كانت غضبانه. في البدايه رزع اللايك الجميل، ولو بتتابعنا على اليوتيوب يا ريت تعمل اشتراك. الاهلي امبارح اتروق في الشوط الثاني من الترجي في مصر. تخسر من الترجي 3-2 على ارضك من غير جمهورك طبعا، عشان انت ما عندكش اداره وما عندكش حد بيدعمك في افريقيا زي المغاربه مثلا. المغاربه عندهم فوزي لقجع ده ظهر ليهم. لكن انت على الله ان شاء الله. انت بس فالح انك عمال تقول لنا انا زعيم افريقيا وانا الاهلي وانا منتخب مصر، وانت اي حد بيعدي كده ممكن يديك على قفاك وهو معدي، وفي الاخر انت اللي بتقول له معلش. نرجع للماتش. الاهلي عمل ماتش شوط اول، عمل كل حاجه في الماتش، بس انت ما عندكش مهاجم. يعني انت ما عندكش مهاجم ينفذ او يخلص الكور اللي انت بتروح بيها. احنا ما بنلعبش غير على اتنين. هو تريزيجيه عمال يشوط والجون عمال يصد، وكان ديانج بيلعب وبيقطع وكان بيتحرك تحركاته المعتاده. الشوط التاني بقى انت نزلت مش شايف قدامك نهائي. انت نزلت ما لعبتش كوره. هو ترجي لعبها صح، ترجي نيمك الشوط الاول. خلص كل اللي عندك يا باشا، هات اخرك هات اخرك. خلاص كده انت خلصت، اجي انا بقى ايه؟ يعني اجيب انا اخري بقى. نزل روقك. غلطات دفاعيه غريبه. اللعيبه جابت يعني الاهلي بقى بيلعب شوط واحد. تخيل النادي الاهلي بقى بيلعب شوط واحد بس. فاللعيبه انت عندك اول جون جه غلطه من بن شرقي، بوصل اصلا غلط. هو مش شايف، هو مش شايف، بس انت مدرب محنيك، مدرب عبقري. يعني كومساري قطر قد الدنيا واقف بره على الخط. مش هتطلع انت بن شرقي، مش هتطلعه. مش هتطلع تريزيجيه لو هو مش قادر يجري. مش هتطلع امام عاشور اللي ما عملش حاجه في الماتش اصلا كله غير الباكورد اللي كان بيعمل فيها فولو دي. غير كده ما عملش حاجه، ما جريش سبرنت واحد. مش هتطلعه ليه؟ لانك انت محنيك. مش هتطلع انت الناس دي كلها. مش هتعمل اي تغييرات غير بقى وانت مزنوق بقى، وهو بقى ايه؟ لفك كده وحطك كده وشك للحيطه وزنقك وعمال يدي فيك. ساعتها بقى تعمل تغيير. لكن تبقى انت مدرب فهمان كده وشايف ان اللعيب لسانه طلع بره بقه كده وخلاص، مش قادر ياخد نفسه، مش قادر يجري، مش بيديني ب2 جنيه كوره. مش هتطلعه ليه؟ لان انت مدرب محنيك. فالترجي نزل الشوط الثاني، كل غلطه استغلها بجون. كل غلطه استغلها بجون. وانت على الله ان شاء الله. انت ما لعبتش كوره الشوط الثاني خالص. ما تستاهلش انك تصعد اصلا من دور المجموعات، مش هقول لك بقى دور الثمانيه. فالاهلي محتاج غربله. احنا مش محتاجين كل النجوم دي. الاهلي كله ما فيهوش قائد. انت ما تعرفش مين اصلا قائد الفرقه. ما تعرفش ليه؟ لان انت عندك الفرقه كلها رياء، كلها نجوم. انت لما جبت الجون، اتنين بيعملوا للجمهور اهدى، واتنين عايزين الكرة وبيقوا يعني. تلاتة خدوا الكرة وعايزين يجروا عشان يسنطروا، وفي اتنين اصلا